الواجب غسلها. فروض الوضوء 6: غسل الوجه بكامله، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة. غسل الوجه بكامله لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن الوجه، من غسيل الوجه يدخل فيها المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فانتبهوا هنا جيدا، يعني بعض الناس يبدأ في الوضوء بغسل الكفين، ما حكمهما؟ سنة مستحب. لا، أمال إيه بقى؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده ركن من أركان الوضوء أو واجب من واجبات الوضوء. طيب، بعض الناس يغسل إيديه في أول وضوء كفين، ثم يغسل الوجه، ثم بعد ذلك يغسل من الرسغ إلى المرفقين. ما رأيكم في هذا؟ باطل، وضوءه باطل. لماذا؟ لأن غسله هو بيكتفي بغسل الكفين في الأول. غسل الكفين في الأول ده إيه؟ ده سنة، مش هو ده واجب الوضوء. واجب الوضوء بعد غسيل الوجه بتغسل الأيدين من أطراف الأصابع إلى المرافق. فانتبهوا لهذا، أن بعض الناس بيعتمد أنه في البداية غسل الكفين، ثم لما بعد ما يغسل الوجه بيغسل من الرسغ إلى المرفق، فهنا هو ما غسلش الكفين. والله سبحانه وتعالى يقول إيه بعد الوجهين؟ الترتيب هنا شرط، فاغسلوا وجوهكم، وثانيا بعد الوجوه إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، أيديكم من أطراف الأصابع إلى المرافق. فانتبهوا لهذا.